وحشتوني. الطلاق ومشاكل الطلاق على نفسية الأطفال. في ناس كتير فاكرة إن الطلاق بيبدأ يوم ما الورقة تتمضي أو يوم ما كل واحد يقرر يسيب البيت، بس الحقيقة إن الطلاق النفسي عند الأطفال أوقات بيبدأ قبلها بسنين. بيبدأ من أول خناقة بصوت عالي جوه البيت، من أول إهانة، من أول باب بيتخبط، من أول ما الطفل بيستخبى في أوضته وهو سامع أمه بتعيط وأبوه بيزعق. الطفل مش دايما بيفهم الكلمات، ولكن بيفهم الإحساس، وبيشرب التوتر والخوف والزعل اللي بيحصل حتى لو محدش شرح له حاجة. يعني ممكن طفل عنده 5 سنين ما يعرفش يعني ايه طلاق، ولكن هيكون فاهم ان البيت ما بقاش امان. هيحس ان في حاجة اتكسرت، ان الضحك بقى قليل، ان ماما بقت ساكتة بزيادة، ان بابا بقى يقعد بره البيت اكتر، ان الجو كله في البيت بقى تقيل على قلبه. الأطفال بطبيعتهم بيربطوا الأمان بوجود الأب والأم مع بعض، فلما الانفصال يحصل أول إحساس بيدخل قلب الطفل غالبا بيكون أنا هضيع، حتى لو محدش قاله الكلام ده. الطفل بعد الطلاق بيبدأ يعيش حالة اسمها عدم الأمان العاطفي، يعني يبقى خايف كل حاجة تسيبه من حواليه، خايف ماما تختفي، خايف بابا ينساه، خايف الناس اللي بيحبوهم يبعدوا عنه، خايف أي علاقة تنتهي فجأة. وعشان كده نلاقي بعد الأطفال بعد الطلاق بيتعلقوا جدا بالأم، بيرفضوا يروحوا المدرسة، بيخافوا يناموا لوحدهم، بيبقوا عصبيين زيادة عن اللزوم، أو يبقوا هادين بشكل مريب. وفي أطفال تانية بيبان عليهم القوة ولكن جواهم خراب كبير قوي. يعني الطفل بيضحك ويلعب عادي قدام الناس، لكن بالليل بيفضل يفكر: هو بابا مش بيحبنا خلاص؟ هي ماما زعلانة بسببي؟ هو البيت مش هيرجع زي الأول تاني؟ ودي نقطة مهمة جدا للأطفال. الأطفال غالبا بيلوموا نفسهم على الطلاق حتى لو محدش قال لهم الكلام ده، لأن عقل الطفل بسيط، هو لسه مش مستوعب مشاكل الجواز والعلاقات والخيانة والخلافات المعقدة. أقرب تفسير بالنسبة له هيقول أكيد أنا السبب، يمكن عشان أنا كنت بتعبهم، يمكن عشان درجاتي بقت وحشة، يمكن عشان أنا بغلط كتير. تخيلوا طفل شايل إحساس الذنب ده، هو أصلا محتاج حد يطمنه، حد يطبطبه. من أكتر الحاجات اللي بتدمر شخصيته بعد الطلاق تشويه صورة الأب والأم لبعض، ودي حاجات كتير قوي ناس بتعملها وهي فاكرة إنها بتفضفض أو بتطلع وجعها للطفل. الحقيقة إن الطفل ده مش مستوعب ده كفضفضة، هو بيستقبل الكلام ده كحقيقة عن نفسه وعن أهله وعن الدنيا المحيطة بيه. لما الأم تقول أبوك باعنا، أبوك عمره ما حد حب غير نفسه، أبوك دمرني، الطفل بيحب أبوه غصب عنه حتى لو الأب غلطان. فلما يسمع الكلام ده يحصل له جواه صراع مؤلم جدا: أصدق ماما ولا أفضل أحب بابا؟ ولو حضنت بابا هحس بالذنب ناحية ماما، ولو فرحت مع ماما هحس إن أنا خاين لبابا. يعني طفل صغير بيتحط في حرب نفسية أكبر من سنه بكتير. ونفس الكلام لما الأب يشوه صورة الأم: أمك خربت البيت، أمك ما تستأمنش علينا، أمك السبب في بعدكوا عني. الطفل هنا مش بس بيتأذى، الطفل بيتلخبط في مفهوم الحب والأمان والست والراجل والحياة ككل. البنت ممكن تكبر وهي خايفة من الرجالة لأن صورة الأب اتكسرت قدامها، والولد هيكبر وهو شايف الست مصدر وجع وخيانة لأن صورة الأم اتهزت جواه. وفي أطفال بيتحولوا لنسخ صغيرة من الطرف المجروح. الأم تفضل تحكي قد إيه الأب ظلمها، فالولد يطلع شايل كره للرجالة أو خايف يبقى شبه أبوه، أو الأب يفضل يحرض على الأم، فالبنت تكبر وهي فاقدة الثقة في الستات أو في نفسها. ومن الحاجات المؤلمة جدا إن بعض الآباء والأمهات بيستخدموا الأطفال كسلاح انتقام، يمنعوا زيارة، يمنعوا مكالمات، يخلوا الأطفال تراقبهم وتراقب بعض وينقلوا الكلام عن طريق الطفل، يخلوا الطفل يختار يعيش مع مين. وده حمل نفسي مرعب،
الطفل مش رسول ولا قاضي ولا جاسوس ولا أداة للضغط على بعض. الطفل محتاج يعيش طفولته مش دور أكبر من سنه. في أطفال بعد الطلاق بيتحولوا فجأة لأشخاص كبيرة جدا، بيشيلوا مسؤولية إخواتهم، يواسوا الأم، يحاولوا يصلحوا ما بين الأهل، يمنعوا نفسهم من العياط عشان يبقوا أقوياء. وده اسمه النضج المؤذي. يعني الطفل بيكبر بدري جدا من كتر الوجع. وفي المقابل في أطفال بتنهار من جواها. في أطفال بيجيلهم اكتئاب، خوف، قلق، ضعف ثقة بالنفس، مشاكل في المدرسة، عزلة، عدوانية، أو حتى توصل لدرجة إن ممكن يأذوا نفسهم. وفي حاجات بتفضل مع الأطفال سنين طويلة حتى بعد ما يكبر: صوت الخناق وإحساس الخوف، ذكرى أمه وهي منهارة، أو أبوه وهو ماشي وسايب البيت. الحاجات دي بتفضل محفورة جواه حتى لو بان إن هو نسي. أوقات الطفل لما بيكبر يبقى عنده مشاكل في العلاقات بسبب اللي شافه في حياته. بيخاف يحب، ويخاف يتجوز، وبيغير زيادة عن اللزوم، بيتعلق بالناس بسرعة، وبيخاف الناس تسيبه بسرعة، وبيدخل علاقات مؤذية لأنه متعود إن الحب فيه وجع. ولو الحب كله صريخ وإهانة ووجع، طبيعي جدا يشوف الحب بالشكل ده. وفي نقط مهمة جدا: مش معنى الأب والأم منفصلين إن الأطفال لازم يطلعوا مدمرين. في أطفال عاشوا بعد الطلاق براحة أكبر من بيت كله إهانة وعنف وصوت عالي. لأن وجود أبوين تحت سقف واحد مش معنى استقرار. الاستقرار الحقيقي هو الاحترام، الأمان، الاحتواء، والهدوء النفسي. في بيوت كاملة شكليا ولكن الأطفال جواها مكسورة، وفي بيوت منفصلة ولكن الأطفال فيها مطمنة، لأن الأب والأم فضلوا محترمين بعض قدامهم. الطفل مش محتاج يسمع أبوك وحش ولا أمك خربت حياتي. الطفل محتاج يسمع: إحنا اختلفنا بس لسه بنحبك، أنت مش السبب، من حقك تحب ماما وبابا، مش لازم تختار بينا، إحنا هنفضل أهلك مهما حصل. في فرق كبير جدا بين إن أنت تحكي وجعك لصاحبك أو أهلك وبين إن أنت ترمي وجعك جوه ابنك. ابنك مش معالج نفسي ليك، مش مفروض يحمل كرهك وغضبك للآخر. أوقات كتير الطرف اللي بيشوه صورة التاني فاكر إنه بينتصر، لكن الحقيقة إن طفلك هو اللي بيخسر. هو اللي بيخسر راحته النفسية، بيخسر طفولته الطبيعية. والأصعب إن بعض الأطفال بيكبروا وهم حاسين إنهم لازم يختاروا طول عمرهم مين الصح ومين الوحش، مين الضحية، مش إنهم أصلا كانوا محتاجين يتحبوا بس. رسالتي لأي أب وأم بعد الطلاق حتى لو العلاقة انتهت: ما تخلوش الكراهية تكبر لدرجة إن انتوا تدمروا أولادكم نفسيا. أولادكم مش نسخة من الطرف التاني، أولادكم أمانة اخترتوا تجيبوهم بإرادتكم. لو مش قادرين تحبوا بعض على الأقل ما تكرهوهمش في بعض قدامهم، لأن الطفل اللي بيتربى وسط تشويه وإهانة وكره هيكبر وهو تايه بين نصين، لا عارف يحب صح ولا عارف يثق صح ولا عارف يحس بالأمان الكامل. لو ما قدرتوش تحافظوا على حب بعض، حافظوا على روح ولادكم، لأن الطفل ممكن ينسى تفاصيل الطلاق بعد سنين، لكن عمره ما هينسى إحساسه وهو واقف بالنص بينكم، خايف يحب دي يزعل ده، أو يحب ده يخسر ده. ويا رب أطفالكم كلهم في أمان وراحة وطمأنينة ودمتم سالمين.